قبل أن نبدأ هذا الفيديو ندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. أعلن ريال مدريد عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع تشابي ألونسو ليكون مدربا للفريق خلال المرحلة المقبلة، وذلك لمدة 3 سنوات قادمة بداية من 1 يونيو المقبل حتى 30 يونيو 2028. وكشف ريال مدريد عن أن حفل تقديم الونسو سيقام يوم الاثنين 26 من مايو الساعة 3 ظهرا بتوقيت إسبانيا في مدينة ريال مدريد الفالدي في باس. وقبل ذلك سيستقبل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تشابي ألونسو لإجراء مراسم توقيع العقد التي تربط المدرب الجديد بالنادي للمواسم الثلاثة القادمة. وبعد حفل التقديم سيجري تشابي ألونسو مقابلات مع وسائل الإعلام في غرفة الصحافة بمدينة ريال مدريد. تسيطر حالات من القلق على جماهير ريال مدريد بعد إعلان إصابة الأوروغواياني فيديريكو فالفيردي نجم وسط الفريق دون الكشف عن مده غيابة عن الملاعب في الفترة المقبلة. وانتهى موسم ريال مدريد بشكل رسمي بعدما خاض آخر مباراة في مسابقة الدوري الإسباني ضد ريال سوسيداد. وأكد ريال مدريد في بيان رسمي عبر موقع النادي أن بعد الفحوصات التي أجريت تم تشخيص إصابات فالفيردي بالأوم أسفل الظهر دون الكشف عن مدة غيابه عن الملاعب، والسبب في حاله القلق التي تسيطر على جماهير ريال مدريد هو الخوف من غياب فالفيردي عن المشاركة مع الفريق في بطوله كأس العالم للأندية والتي ستقام في شهر يونيو المقبل. وأكدت الصحفية الإسبانية الموثوقة أرانشا رودريغز أن إصابات فالفيردي ليست خطيرة وقد يغيب عن المشاركة في التدريبات لمدة أسبوع واحد فقط أو بضعة أيام أكثر من ذلك. وكشفت أرانشا رودريغز أن فيديريكو فالفيردي سيكون متاحا للمشاركة في التدريبات مع ريال مدريد في شهر يونيو المقبل، أي سيشارك في كأس العالم للأندية بشكل طبيعي. وجه لوكا مودريتش توصية مباشرة إلى رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تتعلق بالنجم التركي الشاب أرداولير، مؤكدا أنه الوريث المثالي له داخل الفريق الملكي. وفي حديث خاص داخل غرفة الملابس نقل فلورنتينو الرسالة لجولير قائلا له: عليك أن تقلد مودريتش، ستكون أنت وارثته هنا، لقد علمك الكثير عن شعور اللاعب في ريال مدريد. ويحظى جولير بثقة كبيرة من إداره النادي لا سما بعد بروزه مؤخرا، فيما يتوقع أن يلعب دورا أكبر تحت قياده المدرب الجديد تشابي ألونسو، والذي سيتولى مهمة تطوير منظومه. الفريق اعتمادا على مواهب شابه مثل النجم التركي إردا جولير تستمر مفاوضات ريال مدريد مع بنفيكا البرتغالي للتعاقد مع لاعبه الأخير الفارو كاريراس لضمه خلال فتره الانتقالات الصيفية المقبلة. وحسب ما أفادت صحيفة إس الإسبانية فقد توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع بنفيكا على وقف المفاوضات حتى نهاية بطولة كأس البرتغال. وواجه بنفيكا نظره سبورتين لشبونة في نهائي الكاس بالبرتغال، والتي ستكون المباراة الأخيرة لألفارو كاريراس. وكان ريال مدريد قد توصل إلى اتفاق كامل مع الفارو كاريراس على البنود الشخصية، والآن تتركز المفاوضات بين النادي الملكي وناظره بنفيكا لحسم الصيغة النهائية للصفقة. ويريد بنفيكا ضم فيرانسيا وداني سيبايوس ضمن الصفقة، لكن تشابي ألونسو لا يريد التفريط في الأول. أما الثاني فقد أكد تمسكه بالبقاء في الريال أو الانتقال فقط إلى ريال بيتيس. ورغم ذلك ريال مدريد واثق من إتمام الصفقة قريبا، حيث يعتبر كاريراس الخيار الأول لتعزيز مركز ظهيره الأيسر في النادي الملكي مع محاولات لتقليل السعر أو تقسيط الدفعات، بعدما تم توديع الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي وإعلان قدوم تشابي ألونسو رسميا في بيان النادي الرسمي اليوم. فإن هذا التحول يعكس العمل المكثف الذي يقوم به كل من فلورينو بيريز وخوسي أنخيل سانشيز، واللذان يواصلان التخطيط لما ستكون عليه تشكيلة الفريق في الموسم المقبل. وفي الوقت الراهن تتركز أنظار عشاق الريال على الصفقات الجديدة، لكن في المقابل هناك أيضا أهمية كبيرة لملف الراحلين. وذكرت شبكة ديفنس المدريدية أن بيع فيرلاند ميندي قد يدر 20 مليون يورو بالإضافة إلى توفير راتبه السنوي البالغ 12 مليون يورو، وسيوفر الريال إجمالا 32 مليون يورو، بينما سيوفر رحيل ديفيد الإيبا 25 مليون يورو من الرواتب، وكذلك لوكاس فاسكيز الذي يتقاضى 10 ملايين يورو.
أما الخياران اللذان قد يرفعا إجمالي توفير بشكل كبير في النادي فهما داني سيبايوس الذي قد يباع مقابل 20 مليون يورو ويوفر راتبا سنويا بقيمة 11 مليون يورو بتوفير إجمالي يبلغ 31 مليون يورو، وكذلك النجم البرازيلي رودريغو جوست الذي قد يكون الصفقة الكبرى هذا الصيف بمبلغ يصل ل 90 مليون يورو كقيمة انتقال ومليون يورو كراتب في توفير إجمالي يبلغ 106 ملايين يورو.